بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات. طيب، العام الدراسي 2026. طيب، هنعمل مراجعة عامة وهنعمل مراجعة جزئية وهنحل امتحانات. مراجعة جزئية في دروس معينة كده هنراجعها بالتفصيل. مراجعة عامة ممكن نعمل مراجعة عامة للوحدة بالكامل. حل امتحانات هنحل امتحانات المعاصر للعام الدراسي 2026. تمام؟ النسخة الجديدة. وهنعمل ايه تاني بقى؟ هنحل النماذج الاسترشادية بتاع الوزارة 2025 و 2026. طيب، هنبدأ النهاردة إن شاء الله. قول رأيك في التعليقات، قول أنت عايز ايه وإحنا معاك. هنبدأ بقى في النموذج الأولاني وهنشرح بأسلوب يناسب الجميع. طيب، بيقول لي بقى في السؤال ده بقى: إذا كان المستقيم ده لام واحد، هو ده مستقيم س على -5 ص على 3 ع على 4، السين والصاد والعين المعامل بتاع الواحد الصحيح. طيب، عمود على المستقيم ده س زائد 3 ص ناقص 2 5 ناقص ع. المشكلة في بقى؟ المشكلة في الإيه؟ في 5 ناقص ع. تعالى نجيب ه واحد بتاع المستقيم الأولاني، هتبقى -5 وهتبقى 3 وهتبقى 4. تمام؟ طيب، تعالى نجيب ه 2 بتاع المستقيم الثاني. التلاتة ما فيهاش مشكلة ولا الكاف فيها مشكلة. المشكلة في مين بقى؟ في 5 ناقص ع دي. طيب، مالها 5 ناقص ع دي؟ بص كده معايا، ادي 5 ناقص ع على م. هي المفروض تبقى ع ناقص 5، يبقى هضرب بسط ومقام في كام؟ في -1 على -1. تمام؟ هضرب بسط ومقام في -1 على -1، فهتبقى ع ناقص 5 ع ناقص 5 على سالب ايه؟ سالب م. طيب، يبقى هنا سالب م. تاني يا شباب، لازم تبقى السين والصاد والعين بالموجب، لازم المعامل يبقى الواحد الصحيح. خلاص؟ خلصت. طيب، عمودي يعني متجه اتجاه المستقيم الاولاني في متجه اتجاه المستقيم الثاني ضرب قياسي طبعا، هيساوي ايه؟ هيساوي 0 طالما متعامدات. طب اضرب بقى كده، -5 في 3 -15. الضرب القياسي بيدي عدد، 3 في كاف ب3 كاف، 4 في سالب م ب-4 م، هيساوي 0. بضرب السين في السين، الصاد في الصاد، العين في العين. طيب، سيب ال3 كاف ناقص ال4 م زي ما هي، هجيب ال15 بإشارة ايه؟ مخالفة. طب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز 3 كاف ناقص 4 م، يبقى تساوي كام بقى؟ موجب 15. يبقى الإجابة رقم د. طيب، خليك معايا. يبقى أنا دلوقتي ظبطت المستقيم بتاعي. خلص السؤال ده كده. هنقول بس يعني ايه ملحوظة صغيرة. بص يا شباب، معادلة المستقيم س ناقص س واحد على أ، لازم السين. صاد ناقص صاد واحد على ب، لازم الصاد. عين ناقص عين واحد على ج، لازم السين والصاد والعين المعامل بتاعها كام؟ واحد ايه؟ واحد صحيح. اسمع الجملة دي: السين والصاد والعين الرقم اللي جنبها بيساوي كام؟ واحد صحيح. فاهم ازاي؟ طيب، خلصنا من الجزئية دي. تعالى ندخل على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 2. طيب، بص يا شباب، بيقول لي بقى القيمة العظمى المطلقة. ماشي يا عم. طب وبعدين مالها دي؟ طيب، أول حاجة أنا هجيب المشتقة الأولى، بس المسألة فيها مشكلة. هو بيقول لي هنا بقى 9 على س. كنت بتناقش مع طالب بيقول لك بقى هنعملها مشتقة خارج اسم الدالتين، ما تصعبهاش على نفسك. أدي دالة س هتساوي آدي س زائد 9 وآدي س أس كام؟ أس -1. تمام؟ هجيب المشتقة الأولى. اجيب له المشتقه الاولى امتى بقى؟ مع القيم العظمى والصغرى المطلقه. مع القيم العظمى والصغرى المطلقه بقى قيمه عظمى او قيمه صغرى. القيم العظمى والصغرى المحليه، القيم العظمى والصغرى، شوف بقى المحليه بقى سواء عظمى او صغرى. طيب، النقط الحرجه، التزايد والتناقص كده كام؟ هم 7 على فكره. يبقى النقط الحرجه والتزايد والتناقص والقيم العظمى والصغرى المطلقه والقيم العظمى والصغرى المحليه، 7 حاجات. هجيب المشتقه الاولى، مشتقه السين بواحد، -1 في 9 ب-9، س أس -2. طيب، هساوي المشتقة الأولى بالصفر. أدي 1 هيساوي أدي 9 على س تربيع. يا عم راحت بإشارة مخالفة، الأس هنا إيه؟ سالب، ينزل المقام عشان يبقى إيه؟ بالموجب. كده بقى السين تربيع هتساوي كام؟ 9. يبقى السين هيساوي موجب أو سالب كام؟ 3. طيب، هو بيقول لي بقى الفترة دي كام وكام؟ 1 و4 تنتمي. أدي 1 و4 تنتمي. هو التلاتة تنتمي لكن -3 لا تنتمي. تمام؟ طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ارجع لاصلك الطيب. انا هقعد في الايه؟ في الاصل بقى. هقعد في دي بقى. هجيب ايه بقى دلوقتي؟ هجيب دالة واحد
وهجيب دالة 4 وهجيب دالة 3. ماشي. طيب دالة 1 بقى نعوض بقى هنا كده. 1 زائد 9 على 1، 1 زائد 9 على 1 هتطلع ب10. اللي بعده 4 زائد 9 على 4، 9 على 4 دي فيها 2 وربع يعني 6 وربع. يا عم استخدم الآلة مفيش مشكلة. طب الأخيرة بقى 3 زائد 9 على 3 يدينا كام؟ 6. هو عايز القيمة العظمى المطلقة هتساوي كام؟ 10. يبقى القيمة العظمى المطلقة هتساوي 10 وتبلغها عند س بتساوي كام؟ عند س بتساوي 1. يبقى الإجابة رقم إيه؟ الإجابة رقم باء. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي بقى في السؤال اللي بعده إذا كان الحدان الأوسطان. طيب هي دي اسمها خلي بالك نظرية ذات الحدين. يعني لو جت 3 حدود يبقى لازم أخليها ذات الحدين. 3 حدود غالبا مربع كامل يعني. 4 حدود برضو لا حل. طيب شايف بقى بيقول لك ايه بقى دلوقتي؟ الحدان الأوسطان متساويان. خلصت المسألة. يبقى كده الحد الأول هيساوي الحد الثاني. بص احفظ معايا بالله عليك. واحد يقول لك ايه يا عم الرياضه فيها حفظ؟ لا، في حاجات معينه لازم تبقى عارفها. الحدان الاوسطان متساويان يبقى كده. شوف بقى الحدان الاوسطان متساويان يبقى كده الحد الاول يساوي الحد الثاني. معنى كده ان 5 س تربيع ماشي هيساوي ادي 1 على 25 س حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى 125 س تكعيب هيساوي كام؟ 1. تقول لي انت غلطت على فكره. ايوه فعلا غلطت. ما هنا في سالب، هنا في سالب. باخد كل حاجه بشرطها. الحد الاول بشرطه يساوي الحد الثاني بشرطه. يبقى ده سالب ايه؟ سالب 1. يبقى كده س تكعيب هقسم على كام بقى؟ على 125. سالب 1 على 125 يبقى س تكعيب هيساوي، او خليها س بس على طول، الجذر التكعيبي لسالب 1 على 125 يبقى يساوي كام بقى؟ سالب 1 على 5. طيب انا بتعامل مع ايه بقى؟ مع علم رياضه. علم رياضه يعني فهم خلاص. وصلنا المحطة الأخيرة. كده س هتساوي كام بقى؟ سالب 1 على إيه؟ على 5. مفيش مشكلة. طب خلي بالك بقى لو أنت اشتغلت عادي ن بتساوي 11. ال 11 دي عدد فردي. فأقول بقى 11 زائد 1 على 2 ماشي. و11 زائد 3 على 2 هنا يديني كام؟ 6 وهنا يديني 7. فكنت هتقولي بقى إن الحد السادس هيساوي الحد السابع وأبدأ إيه؟ وأبدأ أحل. طيب ما هو خفف عليك بقى خلاص. حدان أوسطان متساويان يبقى معنى كده إن الحد الأول يساوي الحد الثاني. طيب ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم كام بقى؟ ماشي. أعطيني دالة وبيقول لي عايز المشتقة الأولى. وبعد ما تجيب المشتقة الأولى عوض عن س بواحد وعوض في الأصل عن س بواحد وبعد كده جمع. حاضر يا عم مفيش أي مشكلة. طيب هجيب المشتقة الأولى. دي اسمها دالة إيه بقى؟ دالة أسية. ه أس س تنزل زي ما هي. ليه بقى تنزل زي ما هي؟ ادي ه اس س ما هو مشتقة س بواحد. طيب هنا ه اس سالب س هتبقى سالب ه اس سالب س ما هو مشتقة السالب س بسالب 1. طب استأذنك نجيب ده لشرطة واحد ماشي. يبقى هنا ه اس 1 ناقص ه اس سالب 1 يبقى تساوي كام بقى؟ شايف ادي ه ناقص 1 على ه. خلصت. تعال نشوف بقى نجيب دالة 1. دالة 1 عوض هنا بقى يبقى ه اس 1 يبقى هنا ه زائد ه اس سالب 1 يبقى يساوي ادي ه زائد 1 على ايه؟ على ه. انت عايز ايه يا عم؟ قال لك انا عايز ده لشرطة 1 زائد دالة ايه؟ 1. طيب مش ده عدد ومعكوسه؟ طيب ه وه كام بقى يدينا كام؟ 2 ه. خلصت. يبقى الإجابة 2 ه. الإجابة فين بقى؟ الإجابة رقم ايه؟ رقم د. طيب ماشي. تعال نشوف اللي بعده. خلي بالك حل الامتحانات هو يعني علشان تنجح وتتفوق لازم تحل امتحانات. لازم. مش هنقول تاني بقى. اهم حاجه المراجعه الشامله وحل الامتحانات. المهم تعال نشوف اللي بعده. اعداد مركبه. ادي عين 1 تمام وادي عين 2. عايز ايه بقى؟ عايزهم ضرب. هو عايز عين 1 في عين 2. طيب لما بضرب المقياس في المقياس لام 1 في لام 2. ادي لام 1 في لام 2. خليك معايا بقى. ادي جتا. هجمع ايه بقى دلوقتي؟ سيتا 1 زائد سيتا 2 حطها بين قوسين زائد تهجا نفس القصة سيتا 1 زائد سيتا 2. والله المقياس اتضرب في بعضيه لام 1 في لام 2 لكن الساعة أجمع سيتا 1 مع سيتا 2 تمام؟ ليه بقى؟ أنا كده ده قانون دي قاعدة أنا شغال عليها بس قال لي حتة حلوة بقى. قال لك سيتا 1 وسيتا 2 دي هتساوي باي على 2. خلي بالك الباي على 2 دي لو أنا هحولها من قياس
دائري إلى قياس ستيني، فهتتحول إلى 180 على الاتنين، فهتطلع بكام؟ ب90. بص يا شباب كده، عين واحد في عين اتنين هتساوي إيه بقى؟ طبعا لام واحد في لام اتنين، ماشي؟ أدي لام واحد في لام اتنين، دي هتبقى جاتها 90 زائد ت جا إيه؟ جا 90. طب أقول لك على فكرة، أدي لام واحد في لام اتنين، هي جت 90 دي بصفر وجت 90 دي بواحد. يا عم استخدم الآلة الحاسبة، مالكش دعوة بده، ماشي؟ يبقى هتساوي كام بقى؟ ادي لام واحد في لام اتنين في ايه؟ في ت. مفيش اي مشكلة، تمام؟ يبقى لام واحد في لام اتنين في ت، في الإجابة رقم ايه؟ رقم ج. طيب ماشي، تعال نشوف اللي بعده. بص بقى يا سيدي، المسألة دي بقى ليها حلين، تعال نفكر مع بعض. المسألة دي ليها كام حل؟ ليها حلين. طيب ماشي، تعال نشوف هتتحل ازاي بالحلين دول. دي صاد، ماشي؟ صاد اهي. طب الصاد دي لو ربعت الطرفين يبقى صاد تربيع هتساوي كام؟ صاد تربيع هتساوي ايه بقى؟ ادي ق س وده تربيع اهو. طيب دي عين تربيع، يبقى تساوي ظ تربيع ايه؟ س. تمام؟ ما عنديش مشكلة، ادي صاد تربيع وده عين ايه؟ تربيع. طيب ماشي، انا عندي قاعدة بقى من اولى ثانوي. تقول لي اولى ثانوي؟ انا مالي من اولى ثانوي اصلا، انا في الصف الثالث الثانوي. خلي بالك انت معظم الامتحانات بالذات الكيمياء والفيزياء والرياضيات بيعتمد على التراكمي، يجيب لك من اول ستة ابتدائي كمان. واحد زائد ظ تربيع س هيساوي ق تربيع ايه؟ س. طيب ادي واحد زائد الظ تربيع بايه؟ اللي هي بعين تربيع، يبقى يساوي الق تربيع بايه؟ اللي هي ص تربيع. تعالى نشتق بالنسبة للعين، مشتق دي بالنسبة للعين 2 عين، مشتق دي 2 صاد في د صاد على د عين. الاتنين مع الاتنين مع السلامة للي عايز يمشي، يبقى د صاد على د العين هيساوي ايه بقى؟ عين على صاد. عين على ايه؟ عين على صاد. طب وبعدين يعني العين بايه بقى؟ العين بظا س، ادي ظا س. طب والصاد بقا س، ادي قا س. طيب خليك معايا بقى نظبط الدنيا. الظا دي انت عارف وفاهم وحافظ ان جه على جتا، ادي جا س على جتا س. في القا س دي هي، شوف، هي واحد على قا س، تطلع فوق بيه بقى بجتا س. تاني هي دي واحد على، شايف، واحد على قا س تطلع فوق بجاي بجتا س، فده هتروح مع دي، يبقى المسألة كلها تساوي ايه بقى؟ جا س. طب كان واحد يقول لك ايه بقى؟ طب انا كنت ممكن اشتق، كلامك صحيح، د صاد على د س، د العين على د س، مشتقة القا كان ممكن يعملها كده، ادي صاد هتساوي قا س، يبقى د صاد على د س مشتقة القا بقا ظ، ادي قا س ظ س. طيب والعين هتساوي ظ س، يبقى د العين، د العين على د س مشتقة الظا ادي ق تربيع س. بس عادي مفيش اي مشكلة، كلامك صحيح. بس ممكن اقول لك عايز العلاقة بايه بقى؟ عايز العلاقة بين س وايه؟ عين وصاد مثلا. اعرف الحل، مفيش اي مشكلة، اي حاجة بعرفها هتفيدني بنسبة 100%. يبقى الاجابة ايه بقى؟ الاجابة رقم باء. تعال نشوف السؤال اللي بعده. انت عايز ايه يا عم بقى في السؤال اللي بعده ده؟ بيقول لك المرافق بتاع العدد المركب ده. حاضر يا عم. المرافق بتاعه، شايف، مرافق الت سالب ت، مرافق الاوميجا اوميجا تربيع. طب ال 2026 دي السنه اللي احنا عايشين فيها دي تنزل زي ما هي، يبقى سالب ت زائد اوميجا تربيع. الاجابه رقم ايه؟ رقم ب. طيب مين الاوميجا دي؟ اشمعنى الاوميجا دي مرافقه اوميجا تربيع؟ الاوميجا هتساوي سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت. طب مين الاوميجا تربيع دي؟ سالب نص ناقص جذر 3 على 2 ت. بس ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. إذا كان ميل المماس، ميل المماس يعني مشتقة أولى. إذا كان ميل المماس، طيب شايف ميل المماس بيساوي إيه؟ د صاد على د س هيساوي آدي 2 س زائد 5 على إيه؟ على س. يا شباب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، آدي د صاد هيساوي، تمام. طيب الدال س دي هنا في المقام تروح الناحيه التانيه في البسط، هتبقى ايه بقى؟ ادي 2 س دي على س زائد ادي 5 على س، ولازم احطها بين قوسين، وهكتب هنا ايه بقى؟ د س، وادي هنا علامه تكامل وادي هنا علامه تكامل. طيب حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب هتساوي بقى دي د ص تدينا ايه؟ ص، السين هتروح مع السين،
تكامل الاتنين باتنين ايه؟ باتنين س. 5 على س دي بقى، وقعد يقول لك ايه بقى؟ البسط مشتقة المقام، يعني مالكش دعوة بالخمسة. تكامل 1 على س دي مشتقة السين بواحد، يبقى لوغاريتم المقام، ادي لوغاريتم بس لازم مقياس زائد ثابت. طب هو عاطيني ايه بقى في المسألة؟ بيقول لي خلي بالك د ه بيساوي 2 ه زائد 7. د ه بيساوي، شايف؟ د ه هيساوي 2 ه زائد ايه؟ زائد 7. يا شباب معنى كده ان السين بتساوي اله، وان الصاد بتساوي 2 ه زائد 7. ماشي، تعال نعوض بقى. هنا بقى كام؟ 2 ه زائد 7، وادي هنا تبقى 2 ه، ابدل السين، وادي 5. شوف بقى لوغاريتم هاء للأساس هاء دي بواحد على فكرة، زائد ثابت، العدد زي الأساس، ده هتساوي واحد، 5 في 1. ماشي؟ طيب والاتنين هاء تروح مع الاتنين هاء، الله. يبقى أنا كده عندي 7 ناقص 5 هيساوي الثابت. يعني الثابت هيساوي كام؟ هيساوي 2. تاني، الاتنين هاء مع الاتنين هاء، ودي بواحد، والخمسة تروح بإشارة مخالفة. معنى كده إن صاد أصبحت، أدي صاد هيساوي 2 س زائد، أنا بجيب من هنا أهو، زائد 5 لوغاريتم مقياس س للأساس هاء زائد إيه؟ زائد 2. تمام؟ تعال نشوفها بقى ألف ولا ب ولا ج ولا د. 2 س زائد 5، 2 س زائد 5 هي دي 2، لا ده 2، يبقى الإجابة رقم ألف. 2 س زائد 5 لوغاريتم س للأساس إيه؟ للأساس هاء زائد إيه؟ زائد 2. الإجابة رقم إيه؟ رقم ألف. طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده. طيب بص يا شباب، انا ما عنديش اي مشكله في اي سؤال. السؤال رقم 9 بيقول لي بقى ده متوازي اضلاع. طيب ماشي، واحد يقول لك ايه بقى؟ متوازي اضلاع. انت جايب لي مساله من سنه كام بقى؟ جايب لي مساله خدتها في الماضي في اولى اعدادي. يا عم متوازي الاضلاع انا عايز منك الخواص بس، وعايز منك المساحه. طيب بص بقى يا سيدي، ادي متوازي الاضلاع اهو. مثلا يعني كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. خلاص، لو سميت ده ألف متجه يبقى ده ب متجه. هو اللي قال كده. بيقول لك ايه بقى دلوقتي؟ بيقول لك ألف متجه. تمام؟ أدي ألف متجه، أدي ألف متجه، هنعمل له ضرب اتجاهي ب متجه، هيديني مساحة متوازي الأضلاع طالما ضلعين متجاورين. لحظة كده معايا بقى عشان نظبط الدنيا. أدي س متجه، أدي صاد متجه، أدي عين متجه. طيب السين بتساوي ايه بقى؟ تحت الألف بتساوي ايه بقى؟ سالب 6 سالب 2 سالب 4. طيب ماشي، هنا بقى كام؟ ادي 3 ادي 6 وادي 3. بص بقى، هنا موجب وهنا سالب وهنا موجب. طيب بين قوسين وهنا نص ايه؟ هنا سالب اهو، هنا س متجه. طيب ناقص بين قوسين وادي هنا صاد متجه، وادي هنا عين ايه؟ عين متجه وبين قوسين. طب خليك معايا، الموضوع اسهل مما تتخيل. طيب بص يا شباب، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مالكش دعوه بده، خبي ده بقى كده. سالب 2 في 3 يبقى سالب 6. احنا مخبيين ده، وباخد من فوق سالب 4 في 6 بسالب 24، وهنا في سالب يبقى موجب. تعال نخبي اللي في الوسط، سالب 6 في 3 بسالب 18 ناقص. تمام، انا مخبي اللي في النص اهو، سالب 4 في 3 بسالب 12 يبقى زائد 12. طيب اخبي الاخير بقى، سالب 6 في 6 بسالب 36، سالب 6 وايه و30. طيب وسالب 2 في 3 ايه؟ بسالب 6، يبقى هنا موجب 6. تمام، ما عنديش اي مشكله. هنا يدينا كام؟ 18 س متجه. هنا يدينا سالب 6 يبقى زائد، عايز تجيبها بالآلة مفيش مشكلة، تيجي كاتب هنا سالب وتدخلها في الآلة، يبقى 6 صاد متجه ناقص 30 عين متجه. طيب هعمل ايه بقى؟ هقول انت عايز ايه بقى؟ عايز معيار ألف متجه ضرب اتجاه ب متجه اللي هو يديني المساحة. الجذر التربيعي 18 أس 2، 6 أس 2، وادي هنا سالب 30 أس 2. هنعملها بالآلة الحاسبة. 18 6 سالب 30، ادي الجذر التربيعي 18 أس 2 زائد، افتح قوس، لا ما فيهاش، ماشي 6 أس 2 زائد، افتح قوس دي بقى عشان سالب 30، عشان التربيع بياكل السالب أس 2. طلع كام دي بقى؟ 6 جذر 35. الإجابة ألف ولا ب ولا ج ولا د؟ الإجابة رقم إيه؟ رقم ج.
طيب تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه بقى؟ طب شايف تكامل. طيب انا ما عنديش مشكله. شايف ده بقى يعني التكامل ده أسية. بص هنا المشتقه بتاعتي ماشي، وادي هنا هاء وادي هنا دالة س. دي القاعده اللي انا شغال عليها، يبقى تساوي ايه بقى؟ ادي هاء اس دالة س واقول زائد ثابت. تمام، يعني هي مشتقه الجاب جت، خلاص خلص المساله. تاني مشتقه الجاب جت، يبقى تساوي ايه بقى؟ هاء اس جا س، ومتظبطه وزي الفل، ما عندكش فيها مشكله. خلي بالك التكامل سهل، 4 دروس وسهلين جدا جدا. ركز بالله عليك. طيب تعال بقى نشوف بقى كده بقول لك ايه بقى. يعني السؤال بدرجتين ماشي، ما عنديش اي مشكله. السؤال بدرجتين ما فيش اي مشكله ان شاء الله. نحاول نركز على قد ما نقدر. طيب اذا كانت النقطه دي، طيب هي نقطه انقلاب يعني مشتقه تانية. نقطه انقلاب يعني مشتقه تانية. الواحد والتمانية دي ادي المنحنى بتاعي. دالة س هتساوي دالة س هتساوي ايه بقى؟ ادي الف س تكعيب زائد ادي ب س تربيع. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هجيب المشتقه الاولى واجيب منها بعد كده المشتقه الثانيه. ادي 3 الف س تربيع زائد 2 ب س. تعال نجيب المشتقه الثانيه، يبقى 6 الف س زائد 2 ب. طيب انا عندي ده شرطتين كام بقى؟ واحد، ما اعطيني النقطه كام وكام بقى؟ 1 و8. تمام، 1 و8. يبقى 6 ألف زائد 2 ب هتساوي كام؟ هتساوي 0. طيب مفيش مشكلة. طيب تعالى بقى نعوض بالواحد والتمانية. نعوض بالواحد والايه؟ والتمانية. نعوض بها ازاي بقى؟ السين بواحد والصاد بتمانية. طيب السين بواحد والصاد بايه؟ بتمانية. ادي 6 ألف زائد 2 ب هتساوي 0. طيب ماشي، السين بواحد دي يعني مفيش مشكلة، تبقى ألف زائد ب. ألف زائد ب هتساوي كام؟ 8. طيب نمسك بقى الآلة الحاسبة. طبعا الآلة دي مثلا عشان أحدث حاجة موجودة هنقول مود 9 1 2. هي اللي جابتها اهي. شوف بقى المعاملات. 6 2 0. 6 يساوي 2 يساوي 0 يساوي اللي بعديها 1 يساوي 1 يساوي 8 يساوي. طالعة الألف بسالب 4 والب ب12. ماشي، الألف بسالب 4 والب ب12. الألف بسالب 4 والب بتساوي كام؟ 12. وعايز ب ناقص ألف، يعني 12 ناقص 4، يعني تبقى 12 زائد 4. 12 زائد 4 هتطلع بكام بقى يا شباب؟ هتطلع ب16. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك في الشكل اللي قدامك ده، ركز معايا في الشكل ده. ماله الشكل ده؟ بص معايا كده على الشكل. والله الشكل اللي قدامك ده عبارة عن ايه بقى؟ عارف حرف الان ده؟ دالة تكعيبية. دالة ايه؟ تكعيبية او دالة من الدرجة الثالثة، مفيش اي مشكلة. دالة تكعيبية. المهم لو انت بصيت على الرسم هو بيكلمك كل ده عن ايه؟ عن دالة 2. المشتقة الأولى بتاع ايه؟ بتاع الاتنين. المشتقة التانية. المهم لو انت جبت دالة 2 هتساوي دالة 2 دي هتساوي كام بقى؟ بص على الرسم كده، هتساوي 2. سيبك من القيمة كده، دي بالموجب. لو انت رسمت مماس أفقي، ماشي؟ مماس ايه؟ مماس أفقي عند س بيساوي 2. تمام، عند س بيساوي كام؟ 2. يبقى كده د شرطة 2 هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر. طيب ماشي، لو انت جبت المشتقة التانية. المشتقة التانية عند س بيساوي 2 سالبة. عارف سالبة ليه بقى؟ لأن المنحنى محدب لإيه بقى؟ المنحنى محدب لأعلى. محدب لأعلى. محدب لأعلى يعني إيه الكلام ده؟ محدب لأعلى يعني إيه؟ يعني سالب. طالما سالب أكنه طبق فاضي يبقى كده. ماشي؟ المنحنى محدب لإيه؟ محدب لأعلى. الله، ده محدب لأعلى. المشتقة التانية سالبة والمشتقة الأولى بتساوي 0، يبقى كده أكبر حاجة عندي بقى ده 2. أصغر حاجة عندي بقى ده الشرطة 2 دي. ماشي؟ بس ده الشرطة، ده الشرطتين 2 ده الشرطتين 2 المشتقة التانية، ودي المشتقة الأولى، ودي دالة 2 نفسها. دي أكبر حاجة وأكبر من دي، ودي أكبر من دي. ليه بقى؟ دي سالبة ودي 0 ودي موجبة. الموجب أكبر من الصفر والصفر أكبر من السالب، يعني فين بقى؟ إيه الإجابة بقى؟
الإجابة رقم ب. أيوة الإجابة رقم ب. أكد معايا. جل من لا يسهو. وارد نختار حاجة غلط. ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه بقى؟ في مفكوك، شايف ده بقى؟ حسب ادي المفكوك بتاعه، ادي 1 زائد أ س أس كام بقى؟ أس 8. أنا هجيب بقول لك معامل الحد الإيه؟ السابع. طيب ادي 7 يساوي 8 ق 7 يبقى هنا كام؟ 6. شوف بقى ده 1. طيب هاخد المعامل بس أ أس 6. كل ده يساوي كام بقى؟ 17 92. خلي بالك 8 ق 6 ده من قانون التبسيط هتساوي 8 ق 2. طيب بص بقى 17 92. نطلع بس الأول مد 1. أدي هنا 17 9 2 انزل تحت. أدي 8 شيفت على 6 يساوي طلع كام؟ 64. طيب كده بقى هنقول دلوقتي أ أس 6 هتساوي 64. ال 64 دي موجب أو سالب 2 أس 6. ليه بقى موجب أو سالب؟ عدد زوجي. ما أنا عشان أقول بقى الأس بيساوي الأس يبقى الأساس بيساوي الأساس. يعني معنى كده أ هيساوي موجب أو سالب إيه؟ موجب أو سالب 2. يعني انت لو قلت 2 اس 6 بس غلط. هي موجب او سالب كام؟ موجب او سالب 2 اس 6. خلاص. طيب تعال نشوف اللي بعديها. فين بقى اللي بعديها؟ طبعا الاجابه رقم ا. شوف بيقول لي بقى في اللي بعدها اذا كان قياس الزاويه. ماله قياس الزاويه ده بقى؟ قياس الزاويه دي بص يا شباب. والله انا نجيب النون الاولانيه. معلش نجيب لها صفحه تاني. طيب نجيب النون الاولانيه. متجه اتجاه المستوى. نون 1 هيساوي معامل السين 5 وهنا سالب 3 وهنا ميم. تعال نجيب النون التانية. المستوى التاني 1 صاد مش موجودة والعين ب1. طيب السيتا بتساوي كام بقى؟ 45 ايه درجة. جاتا 45 هتساوي اللي هي جاتا سيتا يعني. طب نكتب بس القانون الأول. ادي مقياس نون 1 متجه ضرب قياس نون 2 متجه على معيار نون 1 في معيار نون 2. طيب ماشي. جاتا سيتا هيساوي اللي هي جاتا 45. بص معايا بقى كده لحظة. 5 في 1 ب5. سالب 3 في 0 راحت. 1 في مين بمين؟ لازم مقياس على الجذر التربيعي. 5 في 5 ب25. 3 في 3 ب9. مين في مين بمين تربيع في. هنا مربع الواحد ومربع الواحد. 1 زائد 1. جاتا 45 دي بواحد على جذر 2. على فكرة دي جذر 2 وواحد واحد يدينا 2. مع السلامة اللي عايز يمشي خلصت. طيب وهضرب طرفين في وسطين. ده يفضل زي ما هو م زائد 5. هنا بقى م تربيع. لو انا جمعت ال 25 مع 9 34. لا هربع الطرفين عشان اخلص من الجذر والمقياس. طيب مربع الميم م تربيع. الاتنين في الاول في التاني 10 م. مربع الخمسة 25. وادي هنا م تربيع زائد 34. مع السلامة اللي عايز يمشي. طيب ال10 م هتساوي 34 ناقص 25. 34 ناقص 25 هتساوي ايه؟ هتساوي 9. يبقى الميم هتساوي 9 على 10 يعني 9 من 10. تمام. هتساوي 9 من ايه؟ من 10. موجودة؟ ايوه موجودة. الإجابة رقم ايه؟ د. طيب فاضل واحدة هنا في الآخر اهي. بيقول ايه بقى؟ شايف المفكوك اللي قدامك ده؟ مالك يا عم عايز ايه؟ أنا هجيب الحد العام. شوف بقى حسب أس السين التنازلية يحتوي حد على س أس 18 وس أس 21. طب أنا هجيب بس الحد العام الأول. ح زائد 1 هيساوي شوف بقى أدي نون قاف. نون قاف إيه بقى؟ ر. طيب صاد تكعيب. ركز معايا. أس ر س تربيع أس نون ناقص ر. ماشي تمام. خليك معايا بقى نجيبها في أبسط صورة. أدي نون قاف ر صاد أس كام؟ 3 ر في س أس كام بقى؟ 2 نون ناقص 2 ر. بص بقى يا سيدي لو أنا خدت الصادات. شوف هنا الصاد بكام؟ الصاد هنا بكام؟ أس 21. وهنا الصاد كام؟ 3 ر. الأس بيساوي الأس. الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس هيساوي الأس. تاني ال3 ر. شوف الصادات. ال3 ر هتساوي 21. تاني ال3 ر هتساوي 21. يبقى ر هيساوي كام؟ 7. طيب السينات بقى 2 نون ناقص 2 ر هيساوي كام بقى؟ السينات هيساوي 18.
طيب سيب الاتنين نون زي ما هي وال18 زي ما هي، ده تيجي بإشارة مخالفة، هنجيبها هنا بإشارة مخالفة. 2 ر، 8 ر ب7 يبقى 14، يبقى 2 نون هيساوي 34، يبقى نون هتساوي كام؟ نون هتساوي 16. وعايز النون، هو عايز ايه؟ ده عايز الحد الأوسط. ما هي دي اللي هجيب لك الحد الأوسط. النون ب16، ال16 دي زوجي، ماشي؟ يعني بص، هتقبل الاسم على الاتنين وازود عليها واحد، يبقى 16 على الاتنين زائد واحد، يبقى تطلع بكام؟ ب9. يبقى الحد الأوسط ح كام بقى؟ الحد التاسع. طيب ماشي، تعال نشوف اللي بعده. طيب بص يا شباب، رقم 16، بص لها كده. صاد يا أخي، س أس س يا باشمهندس، س أس س ده رمز يا عم. صاد هتساوي ادي هنا س أس س، إجباري هاخد دورات من الطرفين، ما هو س أس رمز يا عم. طيب ادي لوغاريتم صاد للأساس هاء هيساوي السين هتنزل، يبقى لوغاريتم س من خواص اللوغاريتمات دي. تعال نشتق دي بقى، مشتقة اللوغاريتم الصاد في المقام ونشتقها في البسط. طيب ده حصل ضرب دالتين، يبقى ده واحد في لوغاريتم س للأساس هاء، هنزل السين زي ما هي في مشتقة اللوغاريتم واحد على س، الدالة في المقام واشتقها في البسط. طيب صاد شرط هيساوي الصاد دي طرفين في وسطين، الصاد ده هتيجي هنا، طبعا واحد في لوغاريتم الواحد محايد ضربي، زائد السين هتروح مع السين يدينا كام؟ واحد. هو عايز عند السين بتساوي هاء، صاد شرط هتساوي، هو بيقول لك طبعا الصاد بتساوي كام؟ س أس س. طب مشي الصاد بقى تبقى هاء أس هاء، مع السلامة اللي عايز يمشي، لوغاريتم هاء للأساس هاء زائد واحد. طيب صاد شرط هتساوي، طيب سيب دي زي ما هي، دي يديني واحد، ما العدد زي الأساس، لوغاريتم هاء للأساس هاء، تبقى واحد واحد كام؟ اتنين. اتنين هاء أس كام؟ أس هاء. 2 هاء أس هاء. الإجابة إيه بقى؟ الإجابة رقم باء. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. شوف بيقول لي بقى معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم يمر بدي، يمر ويوازي. طيب أنا عايز أطبق القانون ده، شايف؟ أنا الأول أجيب الهاء الأول، الهاء متجه يساوي، مش دي ب ودي ج، يبقى تساوي ب ج، ب ج متجه اللي هي ج ناقص ب، ج ناقص ب. اطرح يا عم، شايف بقى؟ 2 ناقص ناقص يبقى 5. طيب ماشي، 2 ناقص ناقص يبقى كام؟ 5. 1 ناقص 2 يبقى -1. 0 ناقص 1 يبقى كام؟ يبقى سالب ايه؟ -1. طيب هقول لي بقى س، شوف بقى س ناقص س 1، فاكر القانون ده؟ س ناقص س 1 على أ، صاد ناقص صاد 1 على ب، عين ناقص عين 1 على ج. طيب ادي س ناقص 1 على ايه بقى؟ على 5، ماشي. طيب هنا بقى شايف 1 وسالب 1، طب نخلص من دي الأول، صاد زائد 1. طب والحمد لله العلم ما معاش حاجة. هنا بقى ادي دي تعتبر ايه بقى؟ ادي أ وادي ب وادي ج، تمام. يبقى هنا على كام؟ على -1، وهنا على كام؟ على -1، تمام. س ناقص، شوف بقى، س ناقص 1 على 5 ايه اهي، تمام. تمام هي دي، خلاص الإجابة رقم بقى. وراجع ورايا برضو، جل من لا يسهو. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. دي خلينا رقم كام بقى؟ 17. هناخد رقم 18. بص يا شباب، شوف دي ايه بقى؟ مساحة، يا الله. طيب كلمة مساحة دي انت عايز تجيب المساحة، يبقى تكمل من ألف إلى ب، ماشي. لو انت قلت صاد يبقى ده س. طب انت عايز تجيب المساحة، يبقى تكمل من ألف إلى ب، لو قلت س هيبقى ده الايه؟ ده الصاد. خلي بالك المساحة بقت سهلة، المساحة والحجوم بقت سهلة جدا جدا جدا. عارف ليه؟ علشان لغى منها جزء كبير، لغى الفنيات بتاعتها. طيب شوف بيقول لك ايه بقى؟ س ب1 وس ب4، صاد ب0. والله لو قلنا صاد هتساوي 0 يبقى 6، يبقى 6 على س تربيع هتساوي 0، مش هتفيدنا بحاجة يعني. الخلاصة خلي المساحة رمزها مين؟ 1/4. طيب هنا كام بقى؟ 6 على س تربيع، وادي هنا ده س. يفضل أي حاجة بين قوسين. تعال نجيبها بالآلة بقى، من 1/4. طيب ادي هنا تكامل، ادي من 1/4،
ادي 6 انزل تحت الفا اكس تربيع طلع بكام بقى؟ ب4.5. موجود اهي ب4.5. تعال نشوف بقى. شايف السؤال ده؟ السؤالين المقالي دول. بص يا شباب، طبعا طالما سؤال مقالي يبقى عايز الخطوات تفصيلي. نظبط بس الدنيا. 19 صح؟ ادي صاد، ادي عين صاد بس، ادي 1 ناقص جذر 3 ت، ادي 1 زائد جذر 3 ت. انا هضرب بس المقام في المرافق بتاع المقام. 1 ناقص جذر 3 ت، 1 ناقص جذر 3 ت. العين هيساوي. طيب البسط ده هيبقى متربع، يعني 1 ناقص جذر 3 ت الكل تربيع. ممكن واحد يقول لك ايه، ما تسيبها على كده، 1 في 1 ب1 ناقص الجذر في جذر يدينا 3 ت في ت بت تربيع. يقول لك خلاص انا عملت الخطوه دي كويس جدا اهو، وادخل بقى الاله الحاسبه. كلامك صحيح على قد ما تقدر يعني. العين هيساوي. طيب لو انا ربعت الواحد بس انا عايز احلها بدون الاله، 1 2 في الاول في الثاني 2 جذر 3 ت. طيب هربع الاخير ده يبقى موجب، مربع جذر يدي 3 ت تربيع. طيب هنا بقى على 4 بقى ت تربيع بسالب 1. كفايه كده؟ لا مش كفايه. العين هيساوي. هنا 1 ناقص 3 يبقى سالب 2، بقى ت تربيع بسالب 1 ناقص 2 جذر 3 ت على 4 لسه. العين هيساوي سالب 2 دي على 4 صح؟ عشان ما نغلطش بس. يبقى دي سالب نص ناقص 2 على 4 يبقى جذر 3 على 2 ت. بص يا شباب بقى كده ممكن خد الآلة بقى. يعني اقول بقى مود 1 اظبط بس الآلة، مود 2 كده عملت أعداد مركبة ماشي. مود 2 ادخل المسألة بقى. 1 ناقص جذر 3 اطلع بره الت، 1 زائد جذر 3 اطلع بره ادي الت. ماشي يا شباب. هيساوي. طلع كده اهو سالب نص زي ما احنا طلعناها بالظبط اهو ماشي. طيب خليك معايا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقول احنا نزلت في الانسر اهي، شيفت مود انزل بالسهم 2 1 واقول يساوي شيفت مود انزل بالسهم تاني اهو شيفت مود انزل بالسهم 2 لا 2 2 طلع كام بقى؟ 1 وسالب 120. يعني كده اللام هتساوي 1. السيتا، اللام يعني ايه؟ مقياس. سيتا يعني ساعة. سالب 120. وده اضمن لك على فكره. وقعد يقول لك ايه بقى؟ عايز اجيب اللام بمجهودي. الجذر التربيع ل س تربيع زائد ص تربيع، وادي السين وادي الصاد. عايز اجيب الظا سيتا. براحتك يا عم مفيش مشكله. صاد على س، اقسم ده على ده. بس بص ده الاصل، اعمل اللي انت عايزه بس ده الاصل. طيب عايز اجيب جذر العين بقى، وعايز جذرين تربيعيين صح كده. الصوره الاسيه بقى. بص يا شباب خلينا بس نكتب بس في الصوره الاسيه. احنا قلنا لام بكام؟ ب1. الصوره الاسيه لام هاء سيتا ت، يبقى هنا هيساوي اللام بكام؟ ب1. يبقى ادي الهاء سالب 120 دي نقسمها على 180 هتطلع سالب 2 على 3. سالب 2 على 3 ت وجنبها باي طبعا. سالب 2 على 3 ايه؟ باي. ده صوره اسيه. طيب هنعمل حاجه حلوه تاني. وعايز ايه بقى؟ عايز الجذرين التربيعيين. يبقى ادي جذر العين ماشي. طبعا كده خلاص المقياس ب1 ده ايه؟ فادنا كتير. طبعا هنا قص نص. ادي جتا سالب 2 على 3 باي زائد ت جا سالب 2 على 3 ادي باي. بص يا شباب، طيب سيب الجتا زي ما هي. احنا اتفقنا ان دي سالب 120 زائد 360 ر على 2 زائد ت جا لسه سالب 120 زائد 360 ر على 2. طيب في الحالة دي بقى هاخد ر بصفر أول واحدة، وبعد كده هاخد ر بكام؟ ر بكام؟ بموجب 1. عارف ليه بقى؟ عشان سالب 120. طيب عشان سالب 120 ركز واحفظ بالله عليك. ر بصفر دايما بص بقى جذرين تربيعيين الجذور التكعيبية الجذر الرابع ر بصفر يعني واحد هيساوي بقى. ده هتبقى جاتا كام بقى؟ جاتا طبعا ده بصفر يبقى سالب 60 زائد ت جا سالب 60. يقول اظبطها لي كمان يا عم اهي. ادي جاتا سالب باي على 3 زائد ت جا سالب باي على 3. طيب خلصنا من دي يا شباب. هعمل ايه تاني بقى؟ هاخد ر ب1.
يعني تبقى 360. ما الواحد محايد ضربي ناقص 120 تدينا كام بقى؟ 240. ماشي، يبقى عين 2 هتساوي ادي جتا 240 علم رياضة زائد ت جا 240. والله لو نقصت منها دورة يبقى تطلع جتا سالب 120 زائد ت جا سالب 120. مفيش أي مشكلة. مسألة جميلة وزي الفل. تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده. بيقول ايه بقى السؤال اللي بعده؟ ربنا وسع عليك وشريت حتة أرض على شكل شبه منحرف بتبص على نهر النيل، فشيء طبيعي. شايف هنا كام؟ 3 س، هنا س بس. طيب وهنا ص، 3 جوانب. اكيد طبعا انت مش هنعمل ايه؟ لا هنعمل لا سور ولا اطار ولا الكلام الفاضي ده كله. ده هي بتبص على نهر النيل. المهم انا عايز اجيب المحيط. المحيط بكام بتاعها؟ ب 240. انا عندي 3 س وعندي س وعندي ص، يعني 4 س زائد ص ب 240. طب عايز اجيب الصاد بقى. الصاد هيساوي كام بقى؟ 240 ناقص 4 س. ماشي تمام يا شباب. شايف 3 س وس يبقى 4 س وص. المحيط مجموع اطوال اضلاع الشكل. طيب المساحه تساوي ايه بقى؟ ده شبه منحرف. ادي قاعده وادي قاعده، قاعدتين متوازيتين طالع على السماء بيوازوا بعضهم، والارتفاع المسافه العموديه بينهم دي مسافه عموديه بينهم اهو. يعني انت هتقولي بقى نص القاعده الاولى 3 س، القاعده الثانيه س، والارتفاع ص اهي س و3 س وص. طب يلا بقى ادي الميم نص فيه 3 س وكام؟ يبقى 4 س. الصاد بتساوي كام بقى؟ 240 ناقص 4 س. طيب المساحة هتساوي ادي 2 س، صح كده؟ طيب 240 ناقص 4 س. ممكن اعملها حاصل ضرب دالتين، ماشي عادي. د م على د س، يبقى هنا 2 240 ناقص 4 س زائد مشتق ده بقى هتنزل ال 2 س زي ما هي. الشق ده مشتقة ال 240 بصفر، يبقى سالب 4 بس. طيب ماشي 2 يبقى كام؟ 480 ناقص 8 س ناقص 8 س، واساوي المشتقة الأولى بالصفر. خليك معايا بقى. طب هتروح بإشارة مخالفة، 8 و8 16 بالسالب، وهتروح بالموجب 16 س هتساوي 480. طيب يعني س هتساوي 480 على 16 هتطلع ب 30. ماشي الس هتساوي 30. طب وبعدين هو عايز ايه بقى؟ لف وارجع تاني كده. اكبر مساحة لازم تعوض في الاصل. خلي بالك ال 30 دي لو احنا جبنا المشتقة التانية ادي هنا ال 30 وعايز اكبر ما يمكن، صح؟ اكبر مساحة، فهيطلع ده ايه بقى؟ ده موجب. لو انت عملت اختبار المشتقة الاولى ده موجب يبقى طالع للسماء وده نازل. هنا السين، هنا الدالة نفسها، هنا المشتقة الأولى، وهنا سالب بلا نهاية، وهنا يكمل لغاية فين بقى؟ لموجب بلا نهاية. طيب لو أنت مش عايز تعمل دي ممكن تجيب المشتقة التانية. يعني أنت ممكن تجيب م شرطتين اللي هي د تربيع م د تربيع م على د س تربيع. طبعا اللي هي دي تعتبر دي. لو أنت جبت المشتقة التانية دي ال 480 بصفر وهتطلع بسالب 16. المشتقة التانية سالبة يبقى أكبر ما يمكن. خلاص؟ طب عايز أعوض في الأصل عن س ب 30. فين الأصل بقى؟ أعوض في ده عن س بكام؟ ب 30. يبقى الميم هتساوي، طيب هي كام بقى؟ 2 س وبين قوسين بقى 240 ناقص 4 س، يبقى 2 في 30 بكام؟ ب 60. وادي 240 ناقص 4 س، 4 في 30 بكام؟ ب 120. تعويض سهل، وعلم الرياضة بالذات بيبقى متميز شوية. 60 في 120 نزل الصفرين، 6 في 12 ب 2 وكام؟ ب 72، يبقى 700. يبقى كام بقى يا شباب؟ 700. كده الامتحان خلص. نتمنى التوفيق للجميع. اكتب اللي انت عايزه في التعليقات، انا معاك من الان لغايه ليله الامتحان. عايز مراجعه شامله ان شاء الله موجوده، عايز مراجعه جزئيه برضو موجوده، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. اي حاجه عايزها هنحل امتحانات. كتاب المعاصر 20 نموذج بحته و20 نموذج تطبيقيه، وان شاء الله تعالى هنحل النماذج الاسترشاديه العام 2025 و2026. نتمنى التوفيق للجميع، وخلي عندك امل، وان شاء الله القادم افضل واسهل للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الله يا شباب.